السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. انا هنا في هذا الفيديو بغيت ندوز واحد جوج ميساجات يعني دغيا. اكيد انكم شفتوا داكشي اللي وقع في الرباط، يعني تدخل عنيف ديال رجال الامن يعني ضد الناس ديال القطاع الصحه. انا عندي ميساج الاول للمسؤولين وكذلك الناس ديال الامن. واش انا عندي سؤال، واش داكشي اللي دار وخاصه في صفوف النساء والبنات، يعني واش ترضاه يعني للزوجه ديالك لا قدر الله او الابنه ديالك؟ انت اكيد انت موظف ديال الامن، سواء كنت في القوات المساعده او الشرطه والامن الوطني، يعني عندك بنتك او عندك الزوجه ديالك يعني موظفه، لا قدر الله شي نهار في ديك الوظيفه ديالها اضطروا انهم يديروا اضراب وخرجت الزوجه ديالك، واش تبغي شي مسؤول امني اخر يعاملها بديك الطريقه؟ راه حشومه وعيب يعني في هاد الفتره هذه، يعني في الزمان هذا مازال ان انسانه يعني كتهز مرابعه، يعني كل واحد شايد من رجل وواحد شايد من، شفناه للاسف في يعني الاضراب ديال المعلمين. وتمنينا اننا ما نزيدوش نشوفوا ديك الصور المخجله اللي كتعطي واحد النظره سوداء وكتعطي واحد النظره يعني خايبه بزاف على المغرب وما حققه المغرب. كذلك يعني الناس ديال الامن اتقول لي كدير خدمتك معك، كاين انك تدفعوا، انك توجهوا بالكلام، كتقول لي ما تبغيش دفعوا بهذه الطريقه هذه، يعني حاول انك تفض الامر، يعني كما كنقولوا بالدارجه ديالنا تسل الشوكه بلا دم. اما باش كنشوفوا للاسف والله العظيم كنشوفوا ناس، يعني شفنا فيديوهات كاين ناس من الامن يعني بواحد الغل كيدير ديك الخدمه بواحد الغل، وكانه بينه وبين داك الشخص يعني واحد العداوه. للاسف حنا هاد الصور هذه ما بغيناش نبقاو نشوفوها. يعني كاين مظاهرات، يعني ديك الناس راهم خرجوا راه مضرورين من واحد الحاجه، يعني ديك الناس مادام خرجوا سواء اي قطاع كان، ماشي غير قطاع ديال الصحه، قطاع التعليم، اي قطاع، راه مادام خرج يعني راه خرج راه مضرور. ولهذا خص الناس المسؤولين على هاد الناس انهم يحاوروهم ويلقاو معاهم، يعني ماشي ديك شد ديال القطع عليك، لا، دائما كاين مشكل خصو يتعالج بشتى الطرق. خصنا نشوفوا ديك الناس ونجلسوا معاهم ونحاولوا اننا نتوصلوا معاهم. يعني هذا ميساج للحكومه. يعني للاسف هاد المظاهر يعني ما بغيناش نشوفوها، يعني يعني نقطه سوداء بالنسبه يعني التدخل ديال رجال الامن. يعني دائما في فض شي مظاهره يعني كتكون يعني بواحد الطريقه يعني للاسف يعني سوداويه، يعني ما لا حول ولا قوه الا بالله. انا ميساج كنقولوا دائما، واش الانسان يرضى داكشي يوقع لبنته او لاختو او لا يمه او بنته؟ راه مواطن مغربي كيصرف دم جوفو على البنت ديالو او لا الاخت ديالو، وتجي انت يعني بكل استهتار يعني وتستحلها. ما شاء الله، هذا داكشي اللي وقع، يعني ما شاء الله، يعني يعني بلا حياة بلا حشمه. يعني مراه حنا كنا امراه راه عندها واحد الوقار وعندها واحد الاحترام، راه انت كرجل واخا تجيك تقول لي خدمه خدمه بشويه، ماشي بدك العنف. راه لا اله الا الله، ديك المنظر ديال البنت ولا مراه، راه مراه تبارك الله، راه ديك النساء، كاين النساء اللي هما بالاولاد ديالهم، كيف تجيك نتينا الابن يشوف يمه مهزوزه بديك الطريقه؟ الميساج الثاني، وهذا كنتمنى ان هذا الميساج يعني يوصل الناس راه شوف، احنا عارفين بان اي وظيفه واي مكان يعني فيه حجر وطوب. كاين الناس اللي كتشتغل بمهنيه ويعني بما يرضي الله، وكاين الناس ما كتعرف، لا ما كتحلل ما كتحرم المهم غير كتعفس. وهذا هو اللي غادي يجرنا للتساؤل الثاني، الناس الشغيله يعني بقطاع الصحه، باي قطاع، يعني راه ممكن هذا المشكل هذا راه ممكن يوقع لاي قطاع. للاسف هذه الممارسات اللي كتكون من بعض الادارات العموميه او من الاطباء او من الممرضين او من الاساتذه او من المعلمين تجاه المواطن راه كتوقع دائما، لان السمطه كدور. وهاد الكلامي موجه للناس ديال القطاع ديال الصحه. كيف جاتك دابا هاد الحقره اللي تعرضتي ليه؟ اكيد انك ما عجبكش الحال،
انك تحقرتي وتعاملتي بديك الطريقه. كذلك هو مثال بالنسبه للمواطن ملي كيجيك للسبيطار ديال الدوله وكيلقاك كتلعب في التليفون وداير رجل لرجل وكتهز عليك شنو عندك رونديفو سير كتعامل معاه وكانه جاي يسعك. راه نفس الموقف اللي تحطيتو فيه البارح مع رجال الامن راه هو نفس الموقف اللي كيتحط فيه المواطن البسيط. راه المواطن البسيط اما اللي عنده الفلوس راه كيمشي للبريفي صافي كيقول لك سالينا حنا. شوف انا دابا كنهضر على المواطن الدرويش البسيط المكحط. اما بالنسبه للناس غير الطبقه دابا المتوسطه راه مابقاش لا التعليم ولا صحه، راه مابقاش كتهضر في شي حاجه سميتها الدوله، كتمشي ديريكت بريفي. انا كنهضر على المزالط اللي فحالي وفحال بزاف ديال الناس، هو انك ملي كتمشي للسبيطار تيحرفيو لك. كتبدا من سيكوريتي بعدا في الباب كيسخسخك، كتدخل كتلقى الفريمليين كيسخسخوك، عاد كتشوف الطبيب كيزيد يسخسخك. واحد يقول لك هاد التعامل بالتعالي وبالاحتقار يعني هو. وملي كتوقع لكم هاد المشاكل انا كنهضر على جميع القطاعات، وكما كنقول دائما انا هذا هو المبدا ديالي، انا ما كنحكمش على كل شيء، انا ما كنعملش بديك المبدا ليس في القنافذ املاس. لا، كاين ناس اللي مربيين وكيتعاملوا بخلق حسن، وكاين الناس اللي كيخدموا بمهنيه عاليه وكيوقفوا مع الناس وكيتعاملوا معهم انا وكنعرف ناس يعني في جميع القطاعات، يعني لا في الشرطه ولا كتجي عنده غير راجل كبير كيزنزنو كيبدا كيدور فيه كيحترموش، كاين اللي كيبداو شفت انا ممرضات ماشي رجال وانما نساء كيضحكوا على مرا كبيره، شفتهم يا ما شفنا. انا ما كنحكمش ما كنعممش، وانما كنقول لك كاين الناس. ولهذا ميساج موجه لذيك الناس اللي كيتعاملوا بهذا الاسلوب. كيفاش حسيتي البارح؟ كيفاش حسيتي وانت كتحكر؟ كيفاش حسيتي وانت كتهان؟ وكذلك المواطن نفس الشعور كيحس براسو بانه تحقر بانه تهان. ولهذا الانسان في اي مجال من الامن للقطاع الصحه للتعليم جميع القطاعات الانسان يعمل بما يرضي الله وما يحتقرش الناس سواء كان غني ولا فقير، تحتقر حتى شي واحد. ولهذا يعني دائما الانسان كيقول لك كنبقاو نلعنوا، راه قلت لكم في واحد الفيديو قلت لك كنبقاو نلعنوا الدوله ولا كنلعنوا، وانما خصنا ننطلقوا من نفسنا. واش حنا انا كطبيب واش ملي كنمشي للكابيني ديالي كندير خدمه ومجهود وكنحط ديالي، ولكن ملي كنمشي للحصه ديالي اللي عندي في السبيطار ديال الدوله كان الاخر تكاع وما كندير حتى شي خدمه، كنبقى خصني فين نسلت. انا كنهضر على جميع القطاعات ماشي غير القطاع ديال التعليم عفوا ديال الصحه، جميع القطاعات ديال الدوله راه فيها مشكل. كتمشي للجامعه مشكل، تمشي للمدرسه مشكل، تمشي للطبيب مشكل، تمشي لاي اي قطاع. ولهذا الانسان يعني احنا مسؤولين دائما نوجه الاصبع النفسي، ماشي نكون من صاحب الاصبع للخارج. دائما احنا هما اللي كيعملوا هذاك اللي كيعمل، لا احنا انت كطبيب اللي كتحتقر الناس، هذاك اللي كيجيو للسبيطار ديال الدوله راه غير مزال تكون اكيد راه غير الدرويش، غير اللي دارت به الايام هو اللي كيجي لك السبيطار ديال الدوله. ولهذا تعاملوا مع الناس لانك راك قستي من ديك المراره ديال الحقره اللي عانيتوا منها البارح. نحن ندين هذا التصرف، كنقولوا للناس المسؤولين الامنيين يعني حتى يعني الا بغيتوا تدخلوا كاين تدخل، يعني انك كيفاش تفرق مظاهره راه كاينين راه كتعرفوها. انا كنهضر مع داك الناس اللي كيتصرفوا بغل، كتحس به بحال اللي بانه بينه وبين ديك خيتي اولا ديك خانه يعني. وراعيو للناس قبل ما تدخل قدام شي سيده، راعي لا بان راه ولادها راه ممكن يشوفوا فيديو يشوفوا يماهم مهزوزه بديك الطريقه، او لا اب صرف دم جوفو على بنته باش يقريها وباش يوصلها لديك الموقع، وتجي انت تكفصلوا عليها بكل صفاقه كما كنقولوا. ولهذا كندعو كل واحد كيدير شي خدمه اتقوا الله
في داكشي اللي كتعملو. انت طبيب اتقي الله، انت معلم اتقي الله، انت فلاح اتقي الله، انت انسان مواطن عادي اتقي الله في ابناء في الناس على في الشارع. راه المشكله ديالنا هي الاخلاق ديالنا ولات في الحضيض. انا كنقول لكم كنقولها دائما، الاخلاق ديالنا ولات في الحضيض. راه الاخلاق ديالنا ولات في الحضيض. والله المستعان. السلام عليكم.